انتشر عندنا مؤخرا موضوع اكل رجول الفراخ بما انها مصدر غني بالبروتين ورخيصه، واللي استغربته ان ناس كتير كشعب مصري قعدوا يقولوا يا ورجول فراخ، واحنا اصلا شعب مشهور باكل رجل البقره اللي هي الكوارع. وبرضه في نفس الوقت انتشر الراجل ده اللي اسمه ليفر كينج، وده بسبب ان هو ادعى ان هو ما بياكلش اي حاجه غير الكبده وهي نيه، وجاب ابحاث وحاجات تثبت ان هي دي اللي خلت جسمه جامد كده. برضه بيطلع لي ناس كتيره قوي قاعدين بيتكلموا ان هم بياكلوا اللحمه نيه، وان احنا اصلنا كبني ادمين اصلا المفروض ناكل اللحمه نيه. معاهم برضه ابحاث قد كده بتقول لك ان من وانت صغير لو كنت بتاكل اللحمه نيه كنت هتتعود. واللي بيحاولوا يوصلوا بقى ان احنا دلوقتي تقريبا في زمن نقدر نسميه زمن الهبد، اي حد عايز يطلع يهبط بيطلع ويقول اي معلومه. ومش بس كده، ده بيجيب كمان ابحاث علميه تثبت كلامه. سهل قوي دلوقتي ان انت تعمل بحث علمي يبقى بايزد معمول باتجاه او بفكر ان هو يطلع حاجه صح او يطلع حاجه حلوه. ومن هنا بقى نقدر نقول الحمد لله ان احنا عندنا مرجع موثوق منه نقدر نرجع له، نعرف منه ايه الصح من الغلط، نعرف منه احنا ناكل ايه وما ناكلش ايه. فلو حد بقى سالني يا علي انت مستعد تاكل فار، مستعد تاكل رجول فراخ، مستعد تاكل لحمه نيه، فانا بقى ماشي على مرجعي، باكل كل ما هو حلال وما باكلش كل ما هو حرام. وسؤالي ليكم بقى، لو رجول الفراخ انتشرت في زماننا ده مستعدين تاكلوها ولا لا؟